السلام عليكم فاميليا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، فيديو جديد، وصفات جديده. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم طريقه تحضير كعب الغزال اللي طلبتوها مني بزاف. طريقه باش تجي العقده معلكه، طريقه ديال العقده الا طلقت لكم الزيت شنو نقدروا نديروا لها، عدد الحبات وكاع هادشي. نتمنى الفيديو يعجبكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم ولا لايك. كاول مرحله واول حاجه عندنا كيلو ونص هنا ديال اللوز. غادي ناخذوه، غادي نغسلوه مزيان في الاول بالماء العادي واحد 2 مرات ل 3. من بعد غادي ناخذ واحد الطنجره نديرو فيها الماء اللي يكون سخون، ونديرو داك اللوز ونخليوها تطلع الغليه. من بعد كنصفيو داك اللوز، كنفسخوه، كنحيدو القشور بوحدهم، ونوليو نشلو اللوز حيتاش مع القشور وداكشي كيتغير اللون ديال اللوز. نوليو نغسلوه ونسرحوه ونخليوه يبات ليله كامله. القشور ديالهم غادي نغطيوه ونخليوه هكا على جنب، نبقاو ندوزوه في الشمس مره باش يبس لنا، ومن بعد نوريكم شنو نديرو به. من بعد ما نشف لنا اللوز، تكونوا تفرجتوا في الفيديو اللي قبل من هذا ديال حلوه كاوكاو اللي حولناها اللوز. في نفس النهار راني ديت اللوز وكاوكاو يطحنوه. هنا عندنا كيلو ونص ديال اللوز، عبرته ودرت له النص ديالو نتاع السكر سنيده. سما كيلو ونص ديال اللوز غادي نزيدو معاه 750 غرام ديال السكر سنيده، وتا هو كندير مع ديك القريعه ديال روح الزهر. صراحه كيجي بها رائع وكيجي منكه ويجي مزيان، زعما جربوها غادي تعجبكم. داك النهار اللي طحنت فيه اللوز وكاوكاو خدمت معكم حلوه كاوكاو. دابا النهار الثاني اللي غنخدمو حلوه اللوز. انا عمدت انني نتلي اللوز على جال باش ينشف لي ويخرج لي اللوز الزيت، باش هكا نتوما ما تطيحوش ما تطيحوش في هذا المشكل. باش في حاله انه خدمتوا مثلا اللوز وبغيتوا طحنتوا اللوز وبغيتوا تخدموا به ويطلق لكم الزيت، شنو تقدروا ديروا؟ راه فاش ما يطلقش الزيت راه حالو ساهل تخدموا به بابسط الطرق، ولكن فاش كيطلق لكم الزيت كيكون الحوايج صعيبه بزاف اللي كيديرونجا، كيقول راه ما نجح لياش اللوز، راه ما درتش. ولكني انا راه هنا في هذا الفيديو كما نقولوا عمدت انني نبيض اللوز باش هكا ينشف ليا وفي نفس الوقت يطلق ليا الزيت. راكم سمعتوا، ينشف ليا ويطلق ليا الزيت. هو راه ناشف كما شفتوا، في نفس الوقت معلك، ولكن غيطلق ليا الزيت كما غادي تشوفوا في الفيديو. وغادي نوريكم شنو الحلول اللي كديروهم لهاد العقده باش ما توليش زعما باش تشرب كاع داك الزيت ديالها. وحتى نتوما الا طحتوا في هذا الخطا تكونوا ديجا عارفين شنو ديروا. داكشي علاش المهم المنسمات ديال كعب الغزال ما كيتغيروش، الا غيرتوهم كتوليش كعب الغزال، كتولي حلوه لوز. واخا تكون المنسمات ديال كعب الغزال كيكونوا زوج، كتكون قرفه والمسك الحاره. الا زدتوا شي حاجه ولا نقصتوا شي حاجه وعوضتوها بشي حاجه اخرى، راه كتولي نوع من حلويات اللوز، غير هو نتوما مشكلينها على شكل الكعبه. فهمتوني؟ هنا راني درت القرفه. انا غادي نخدم معكم البلديه، الكعبه البلديه، معلقه كبيره ديال القرفه في كيلو ونص ديال اللوز. غادي نديروا معاها تقريبا 5 حتى 6 الحبيبات ديال المسك الحره، ندقوهم بين 2 معالق. وراني درتهم كما شفتوا العجينه دابا ناشفه كتفرتت، وفي نفس الوقت مهم بحال اللي نقدر نقول لكم فيديو واضح كتفرتت. اهم شيء اهم نقطه اهم فرتة وقاصحه. دابا عندنا كيلو ونص غادي نزيدو فيه 80 غرام ديال الزبده اللي تكون دايبه، ماشي نوازيت، زبده عاديه كندوبوها سبيسيال من الاحسن باش يجيكم اللوز ديالكم بنين. فاش كيطلق لكم اللوز الزيت غير ما ديرونجيوش روحكم، راه غادي يولي يجمع. اهم شيء انه يولي يجمع الزيت، حيت بزاف اللي يديرونجا فاش كيكون زيت صراحه غير هو كيشد صراحه الوقت. باش ما نكذبش عليكم، نتوما من تجيبوه خدموا به ديريكت. في حاله طلق لكم الزيت غادي يوقع لكم بحال ديالي، غتتبعوا نفس الطريقه. ما طلق لكمش الزيت غتخدموا به ديريكت. انا هنا قلت انا عمد راسي انني نخدم لكم باللي غيطلق لكم الزيت اهم شيء، والعادي من بعد نوجدوا معاه. غادي نبقاو ندلكو في هذيك العقده وكنبقاو نزيدو في الماء الزهر العادي. المهم غادي تبقى فيما تبقاو تدلكو غتبقى يطلق لكم الزيت وانتم تدلكو هو يطلق لكم الزيت، وانتم تدلكو هو يطلق لكم الزيت، حتى كيعيا وكيولي يشرب داك الزيت ديالو كامل، وكتولي عندنا العجينه كامله. شفتوا راه كميه ديال الزيت صراحه اللي طلق، راه تقولوا هاد العقده صافي ضاعت. ولكني عندكم تبقاو من تبقاو تدلكوها. شفتوا كميه الزيت اللي كاينه في يديا؟ من تبقاو تدلكوها كاين اللي كيقول لك راه صافي ضاعت هكذا صافي حيد عليا، ويمشي يبقى يعصرها مزيان. كاين اللي كيبقى يعصرها من داك الزيت ويحيد داك الزيت يحيدو اكوتي ويبقى عادي يدلك ويطلق داك الزيت ويخليها حتى تنشف. لا، راهي لا هكا راه العقده نهائيا ما غاديش
ما غاديش تنجح معاكم، بالعكس راه خصك تبقاو تدلكوا فيها وهي كتطلق داك الزيت، وانتم كتدلكوا وهي كتطلق داك الزيت حتى كتولي كتشرب داك الزيت ديالو بوحدو. ما تجريوش العقده ما كتكونش جاريه، كتكون معلكه ورطبه، خاصها تبقاو تدلكوا فيها حتى كترطاب هذيك العجنه. كما شفتوا راه صافي بدات كتنشف، بدات كتشرب الزيت ديالها، ما بقاش الزيت كما في الاول. غادي تبقاو تدلكوا فيها مزيان وتبقاو تزيدوا فيها ماء زهر. دابا غادي نسخنوا الماء زهر يعني نسخنوا في واحد الكاسرونه، نطيبوا ماء زهر وكنبقاو نزيدوا بشويه بشويه، وحنا نديروا ندلكوا هذيك العجينه وحنا كنزيدوا في ماء زهر اللي سخون بشويه حتى كتولي تشرب لنا كاع داك الزيت ديالها وكترطى. كتحسوا بالعجينه ديالكم صافي بلي ما بقاش كتطلق الزيت وصافي شرباتو، والعجينه ديالنا رطبات ولا تعلكت، باش غنعرفوا بلي انها واجده واننا غادي نقدروا نخدموا بها في الكعبه. كنشكلوها هكا بحال الحربول وكناخذوا منها واحد الكميه، كنحاولوا اننا نرقوها وبحال نلويوها الى داك الخط اللي لويناه تلوى بحال هكا وما تشقق ما والو. عرفوا باللي النت الاخرى العقده ديالنا راه صافي مزيانه. الا من جيتو تلويوها راه تهرس لكم، بقاو تدلكوا فيه مزيان كما شفتوا. صافي هنا العقده صراحه تعلكات وعطاتني الطوع في الخدمه بزاف. غادي نحبس هنا ونوريكم كيفاش باش تعرفوا باللي راها مزيانه معاكم. حتى من تاخذوا كريه وتضغطوا عليها حال هكا غادي نديروها بحال الكعبه، صافي بحال قلتو كتلوى معاكم وما كتشقق ما والو، تما تعرفوا بلي العجينه ديالكم راها واجده. المهم كما شفتوا انا حاولت نتقل لكم هنايا الفيديو شويه باش تشوفوا على من راني نهضر وكيفاش الرولو خصه يكون وكيفاش انه كيتلوى وما كيتهرسناش. مهم اول سر كما شفتوا باش تعرفوا العقده راها واجده، كتاخذوا واحد الكره اول حاجه تكون رطبه. ثاني حاجه كما شفتوا كنشكلوها وكنضغطوا عليها مزيان ما كيكونش فيها التشققات من الجناب. حاجه اخرى من نشكلوها هكا بودان اولا نشكلوها هكا حربل رقيق ونلويوه بحال الكعبه. شفتوا راه ما كتشقق من الفوق ما والو. واخر حاجه شوفوا راه ملي كنطويوها كتعطينا الطوع في الخدمه كما بغينا نديرو، ما كتهرس ما تلعبه. صافي كنعرفوا باللي العقده ديالنا راه مزيانه ومعلكه. راه كتشد لكم شويه ديال الوقت ولكني غير شحال ما عطيتو فيها الجهد، شحال ما خليتو فيها بزاف الوقت، شحال ما تعطيكم صراحه نتيجه زوينه. غير ما تملوش، حاولوا تدلكوها مزيان وصراحه غتنجح معكم الا تبعتوا الطريقه. صافي انا هنا صراحه كنقسمها على جوج باش كتسهل عليا الخدمه. كنحاول انني نقادهم. هنا الكعبه السيده راها باغاهم في بلاطوات، خاص الكعبه ضروري تجي صغيره. غادي ندير فيها تقريبا ما بين 15 16 غرام، تقدروا ديروا حتى ل 14. الكعبه الاساسيه ولا التقليديه اللي كنعرفوا كيكون فيها 20. شحال ما كانت كبيره الكعبه شحال ما كيكون زعما المنظر ديالها زوين. وكما نقولوا حلوه زمان الكعبه ديال القديم كانت فيها 20 غرام 18 20. كاين اللي كيوصلها حتى 22. ومؤخرا راهم خرجوا وحدين فيهم غير 4 غرام كيكونوا غير هكا صغارين. المهم بعد انا ندير معكم بزاف ديال الكعبه. مؤخرا راه خرجوا لي بريستيج، خرج الفاسي، المكناسي، الرباطي، كلشي. هنايا غادي نشكلهم فيهم ما بين 14 15 ونرجعوا نتلاقى. بالنسبه للعجينه البيضاء نفس العجينه اللي درنا في حلوه كاوكاو، حلوه اللي قبل من هذا الفيديو. ما بغيتش نولي نعاود نشاركها معكم وديجا مشاركه معكم العجينه. دخلوا غير قلبوا في الغوشيرش العجينه المطاطيه ديالو سناء يعقوبي، غادي يطلع لكم الفيديو ديالها بالتفصيل. المهم طريقه سهله. كناخذوا الكميه ديال العجينه البيضاء اللي نكونوا عجناها بطبيعه الحال من قبل، كناخذها تكون ارتاحت وداكشي، كنقطعها هكا دي بول ولا دي مورسو هكا طوال. صافي كنحاول انني نديرها بحال الحرابل وهكا تعاوني في الخدمه اكثر. كنديرها في الميكا وكنبقى نجبد ونخدم في نفس الوقت. مهم ديما العجينه باش ما تنشفناش كنخليوها في بلاستيكه، والعجينه اللي نخدموا بها هي اللي كتكون حدانا. ما كنخدمش انا بآلة التوريق غير بالدلاك وكيعاوني صراحه في الخدمه. انا غادي نشارك معكم هكا فيديوهات عن قرب باش تشوفوا الكعبه كيفاش كتكون وكيفاش تقدروا تخدموها بابسط الطرق. المهم انا هنايا الكعبه هما كاين بزاف التشكالات، مي هاد الشكل اللي درتو الاغلبيه كيشبه الاصليه بزاف. المهم هنايا كناخذ واحد الكميه ديال العجينه كنحاولوا اننا نرقوها، ما ترقوهاش بزاف باش هكا الكعبه ديالكم تجيكم شويه هكا العجينه ديالها غليظه شويه، ما تجيكمش كاع رقيقه، غادي تبقى تبان لكم عليها العقده. المهم كناخذ واحد الكميه ديال العجينه اللي هي واحد الكره يعني
تكون عابري ما بين 15 16 ولا ما بين 14 15 اللي بغيتو. وكان ما كنطولوش الحربول. الا طولتوا الحربول غادي تجيكم الكعبه كبيره، وشحال ما صغرتو شحال ما تجيكم الكعبه مزيانه. سيرتو انا غنديرهم في بلاطو، خصهم الكعبات يكونوا قد ويكونوا شويه صغار. صافي من بعد كنقطعوا داك الزوائد بالجراره، كندفعوا كما شفتوا العجينه في الاول ولا العقده للقدام، وبحال كنقرصوا العجينه كنبداو من التحت وكنبقاو نمشيو مع الجناب، كنمشيو غير على شكل مستطيل. انا لحد الان مازال ما دورت ما والو، غير كنرقق في العجينه وماشيه في خط واحد كما موضح في الفيديو. في الفوق ولا في القاعده حاولوا ترققوها، ولكن الفوق ما ترقوش بزاف، خليوها هكا شويه غليظه كما موضح. صافي من بعد كنحاول غير انني نسويها ونبقى في نفس الوقت غاده، وكنميل هادوك الجناب غير كنميلهم، مازال ما عوجتهم ما والو. من بعد كناخذ كما شفتوا يدي، مراه ماشي عوجه يدي، كنحطها نيشان، ما كنعوجهاش، كنحطها هكا نيشان، وكنبدي صباع صباعي الكبير هو اللي كيبقى يضغط كما شفتوا على الكعبه. وما نتمنى انه الفيديو كيكون موضح اكثر. من كتبقاو تضغطوا بحال قلتوا الجناب كتبقى فيهم العقده، وكنبقاو ندوزوا ديك العقده نهبطوها حتى للجناب، ونشوفوا البلايص اللي فيهم غير العجينه وما فيهمش العقده كنحيدهم حيت ما مستغلينهمش، وفاش غادي يطيبوا غادي ييبسوا ما يكونش كاع فيهم اصلا العقده. حنا الاهم شيء ان العقده تجينا متيوله وكلها تكون عامره باللوز ولا بالعقده. صافي كنحاولوا اننا نقادوا داك الكعبه ديالنا، كنرقوا كما شفتوا ديما داك الظهر كترقوه، ولكن ما ترقوهش بزاف على جال فاش كيطيب راه كيولي مقرمل، وتقدروا غير تقيسوه بحال هكا ولا يتقرض. صافي نبقاو لا غاديين معاها وحنا كنعوجوا لها داك الظهر ديالها. وديما هذيك الاخر اللورانيه الدويره اللي اللور خليوها عريضه، ما ترقوهاش. الا رققتوها ما كتبقاش تبان كعبه، خاص ضروري ديك اللورانيه اللي قطعتها تبقى زعما باينه. صافي من بعد كنحاولوا اننا نسويو ديك الكعبه. شوفوا غير في الاول تحسوا بانك كتشد الوقت وصعيبه، ولكن فاش تخدموها ولو تجربوا غير 250 غرام ديال اللوز احسن من انكم بعدا تخطاو داك الحاجز ديال الخوف باش تقدروا تتعلموا. حيت الا بقيتوا لا صعيبه هذه صعيبه هذه صعيبه هذه ما غاديش كاع تتعلموا. في الاول غادي تشد لكم الوقت، ولكن من بعد فاش تبقاو تخدموا كميه كثيره غادي ما تبقاوش كاع تحسوا بانكم خدمتوا كاع داك القياس. صافي غادي نبقى نسويها بهذه الطريقه. صافي من بعد كتهزوها بكل سهوله، وانتم كتولوا تعوجوها باش تجي بحال قد الكعبات اللي في الاول. كنديروها في اللاطه. هنا عاوتاني غنشكل معكم شكل اخر. صراحه انا شوفوا باش تجيني سهله كنسرح هكا حربول كبير ديال من العجينه، كنرققها وكنكون ديجا درت الكرات كما شفتوا، كنبقى نحط وكنلوي وكنقطع، نحط ونلوي ونقطع، وانا غادا حتى كنسالي كاع الكعبه ديالي. وعاد ندوز نشكل. وديما تبقاو تغطيو بالبلاستيكا ولا هكا دوك الزوائد ديما تحيدوهم ديروهم بحدهم باش هكا يبقى لكم الحلوه ديالكم ما تنشفش وتبقى مزيانه. غادي هاد الحلوه نديروها في بلاطو ونخليوها تنشف ليله كامله ونرجعوا نتلاقاو. الحلوه ديالنا الا كنا صايبناها في الصباح خصنا حتى في الليل عاد نطيبوها، خليوها ضروري تنشف. ولا كنا خدمناها في الليل الغد ليه نطيبوها. انا صراحه كنخدمها بالليل كنساليها. صافي كنحطها كنخليها تنشف في الهواء ولا هكا في الكوزينه، غير في الكوزينه. باش تعرفوها بلي انها نشفت خاصكم من تهزوها هكا الحبه تطلع معاكم من الصني، ما تبقاش لاصقه هكا، تعرفوها بلي ناشفه. وثاني حاجه شوفوا الفرق ما بين الكعبه اللي نشفت والكعبه اللي باقا مازال ما نشفتش. شفتوا اللون ديالها كيتغير. هذيك الزوجه البيضاء راني عاد يلاه صايبتها غنخليها تنشف، وهذه غادي ندوزو باش نطيبوها. حاجه اخرى من كتهزوا الكعبه وكتدوروها هكا يعني اللي تكون ناشفه وكتدوروها على ظهرها راه كتبان لكم واحد جهه ناشفه وواحد جهه بيضاء. هذيك اللي جهه بيضاء راه غير القشره اللي على جنب، اما العقده وداك الشيء راه كتكون ناشفه. غير كتهزوها كما شفتوا جهه وحده كتكون بيضاء، هذيك البيضه راه غير القشره، اما جهه العقده راها ناشفه. غندوزو دابا باش اننا غنتقبوا هاد الكعبه ديالنا. ضروري ما تقبوها باش الكعبه ما تطرطقش وما تنفخش في الفران وكتبقى العقده زعما شاده بلاصتها. غير خذوا وقتكم باش هكا الكعبه تجيكم في خط واحد ويجيكم قياس واحد وحده قد وحده. صافي هنا غندوزو باش اننا غنتقبوا هذيك الكعبه. هنا عندنا فنيته ولا يبره اللي غنديروها فوق النار كما كتشوفوا راسها كحل. خصنا نعقموها ضروري، كتشعلوا حتى راسها يكحل باش كتعقم. وكندوزو اننا نتقبوا ديك الكعبه ديالنا. كناخذوا هكا وحده حبه وكنبديو نتقبوها من التحت، ما تقبوهاش من الفوق، تقبوها من التحت باش دوك التقابي كلهم يجيو متساويين.
كما شفتوا. وحاولوا شحال ما درتوا ديروا 3 ولا 4 ديال التقبات مزيانه، وحاولوا تاكدوا انكم دخلتوها مزيان في العقده. ومن هنا من تبغيو تثقبوا ما تثقبوش من الظهر، ثقبوا من الجهه الدخلانيه وبقاو تخرجوا حتى للجهه الاخرى. فهمتوا؟ كتدخلوا الابره من هاد الجهه الدخلانيه وكتخصها تخرج من الجهه الاخرى، وفاش تخرج كدوزوا هكا بصبعكم باش هادوك التقيبات ما كيبقاوش باينين. صافي. من بعد وحاجه اخرى، من كتكونوا تخدموا الكعبه ديالكم الا بانت لكم شي نفاخه ولا شي هكا شي بلاصه فيها الهواء، تبقاو ديما حداكم ديك الابره ولا تبقاو تثقبوها. ولا ما رديتوا لهاش البال، هنا من تكونوا تثقبوا بانت لكم شي بلاصه هكا منفوخه ولا تثقبوها باش من في الفران تقدر تنفس وما تنفخ لكمش الكعبه ديالكم. انا هنا غنسالي كلهم كنثقبوهم بنفس الطريقه ونرجعوا نتلاقاو باش نكملوا المراحل. من بعد ما كنساليو اننا نثقبوا لاطا كامله، غندوزو بندوبوا الزبده. ومن الاحسن تكون زبده سبيسيال كندوب حتى كنشوف داك الحليب ديالها شويه، وكنبديو ندهنوا بها هاد الكعبه من الفوق ومن التحت ومن جوانب الكعبه كامله. تدهن ضروري تدهن مزيان. الناس اللي انا هنا الكعبه وجدت معكم اللي ما كنحمرهاش، غادي من بعد نوجد معكم هذيك المحمره حيت انا الكليانه شافتها بيضه الو خصني نديرها لها بيضه. بعد المرات راه كنخدم صراحه الكعبه المحمره. من بعد غنوجد معكم الخلطه اللي كنديروها باش انها الكعبه ديالنا كتعطينا داك اللون الذهبي. كنساليو هنايا الفران غادي نطيبو بحال طيبنا حلوه كاوكاو. ضروري النار اللي تكون ناقصه، بحال كطيبوا على نار شمعه، بحال على نار شمعه باش بحال هكا. الكعبه صراحه كتشد شويه ديال الطياب حيت غير كتذهب من الفوق ومن التحت كتحمر كما كشفتوا. هذه هي الكعبه ديالنا راها محمره وزي جايه ستور، راها ما ديفورما شكلها، ما تفورما ما والو، بقى في نفس القياس وفي نفس الشكل اللي حطيناها فيها. ما تلقاوش حتى شي مشكل صراحه. الا جربتوا هذه الطريقه راه اسهل طريقه اللي تقدروا توجدوها، واخا تكوني مبتدئه كما قلت لك. ولو توجدي غير 250 غرام ديال اللوز خدمي بها، ولا تقدري غير بحلوه غير بعقده ديال الكاوكاو اللي وجدنا تخدمي بها حلوه اللوز. تبعوا غير المراحل غتنجح معكم هذه الكعبه. تبقاو تردوا بالكم مع الطياب كما قلت لكم. النار اللي تكون ناقصه، الفران كيكون الفوق نار ناقصه، دفه مبلعه ودفه محلوله كيما كنطيبوا حلوه كاوكاو. والا كان عندكم الفران مره تبقاو تدوروه باش كاع الكعبه ديالكم كتحمر وكاع كتذهب من التحت ومن الفوق راه كتذهب غير لون مذهب خفيف. كاين واحد الكعبه اللي كتكون مذهبه اكثر من هكا، ولكن ماشي بخليط ديال الزبده. هاد الزبده كنديروها باش كتذهب وفي نفس الوقت كتبقى لنا الكعبه ديالنا فيها واحد اللمعه، فيها واحد الرطوبيه، فيها بزاف د الحوايج. الفيديو ديال اليوم هو هذا. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. كنتو طلبتوني عليه بزاف، كاين بزاف ديال الاشكال والانواع ديال الكعبه. من هنا للقدام ان شاء الله نشارك معكم بزاف د الفيديوهات. الا لقيت اقبال كثير على هاد الفيديوهات، بزاف ديال لي لايك ندير لكم انا بزاف د الفيديوهات. بسلام عليكم.